السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت صورت معاكم من فترة قريبة على القناة الكرنب والكرنبيت والزرع بتاع سطحنا وهو لسه صغير. فدلوقتي الزرع بتاعنا كبر وأنا حبيت نوريهولكم. تعالوا هنوريكم الكرنبيت بتاعنا بتاع السطح بتاعنا بقى شكله ايه لما كبر. اهو الكرنبيت اهو، شايفين الكرنبيت دي زارعينه في كنبة خشب، والكنبة حاطين فيها مشمع وتربة، والكرنبيت طلع بالطريقة دي اهو. شايفينه كرنبيت شكله جميل جدا اهو. شايفين الكرنبيتة بيضة وشكلها ايه. وعلى فكرة الكرنبيت لسه شكله هيكبر طول ما الورق الصغير ده اللي في النص ده صغير، الكرنبيت لسه هيكبر زي ما انتوا شايفين كده. حتى الجذور بتاعته لسه اهي، الجذور بتاعته لسه رفيعة وضعيفة هي، ورغم ذلك طلع زي ما انتوا شايفين كده القرص بتاعه والثمار بتاعته بقت بالشكل ده. يعني معنى كده ان هو لسه هيكبر اكتر واكتر. ماشي اهو. حتى زارعين في قلب الكرنبيت بنجر اهو اهو. شايفين ادي الكرنبيت اهو. صور هنا كده. الكرنبيت يتاكل ناي من غير سليق عشان القيمة الغذائية بتاعته والعناصر الغذائية بتاعته ما تروحش في المية اهو. لان الكرنبيت، شايفين الكرنبيت، لان الكرنبيت فيه فيتامين سي اللي بتكسر بالحرارة، وفيه مضادات أكسدة، وبيحمي من السرطانات، ومفيد للبشرة اهو. انا كنت عملت لكم اهو. شايفين الكرنبيت لسه صغير على فكرة، هيكبر اكتر واكتر. شايفين شكله جميل ازاي. كرنبيت اورجانيك، ميه نظيفه وسماد عضوي اهو. يتاكل ناي زي ما انتوا شايفينه كده اهو. تعالوا بقى نوريكم الكروم. اللهم صل على النبي. شايفين الكروم بقى اهو. شايفين مضغوط وملفوف ازاي اهو. ومزروع في ايه؟ مزروع في صفيح اهو. وده مزروع في ايه بقى؟ كرومبة بتاعها هي. الكرومبة هو برضه مزروع في شبكة فريزر اهو. والتربة اهي وحواليه حشيشة اهو. وهنا برضه صندوق برضه هو، وفيه كرومب. شايفين الكرومب ملفوف ازاي ومضغوط ازاي اهو. شايفين الكرومب. وده برضه كرومب ومحطوط في صفيحة اهو اهو. شايفين مضغوط. شايفين الكرومب اهو. مع الكرنب في جردلة، وزي ما انتوا شايفين في جردلة اهو اهو اهو. ولسه هيكبر اكتر من كده. وده قفص خشب، ده قفص قديم هو، يعني ملهوش اي لازمة، ولكن ممكن تعملي في اي حاجة لو انت عايزة تزرعي الكرنب والكرنبيت في اي حاجة اهو. طبعا الكرنب دي من الخضروات الورقية المهمة جدا، مليان بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. الكرنب بيحافظ على صحة القلب والشرايين، بيحافظ على طبعا من الفيتامينات والمعادن اللي فيه فيتامين A وB وK وC، ومن المعادن حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وزنك وفوسفور ومضادات أكسدة. بيحافظ على صحة القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، علشان مليان أو غني بعنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي ومضادات الأكسدة. بيحافظ على مستوى السكر في الدم، وبيحافظ على صحة الكبد وبنقي الكبد من السموم، علشان فيه عنصر الكبريت. وعنصر الكبريت دي أحد العناصر المهمة اللي موجودة في الكرنب. كمان بيحمي من الأنيميا وفقر الدم، علشان فيه حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين سي ومضادات الأكسدة.
بيقوي الجهاز المناعي، بيقلل الكوليسترول الضار. مفيد لصحة العين علشان فيه فيتامين A، مفيد لصحة البشرة والشعر، وبأخر علامات التقدم في العمر، وبحارب الشيخوخة علشان مليان بمضادات الأكسدة وفيتامين A وفيتامين C اللي هو بيساعد في إنتاج وتصنيع الكولاجين. وما تنسوش كمان إن فيتامين C بيحارب البرد والإنفلونزا، مفيد للبرد والإنفلونزا، بيحمي من مشاكل الإمساك، وبينشط الجهاز الهضمي علشان مليان بالألياف الغذائية. اللهم صل على النبي. بيساعد في التخسيس علشان في كمية ألياف غذائية كتيرة، بيساعد في التخسيس. يعني انت ممكن تستغل الكرنب دي في موسمه وتعملي منه سلطة، تخرطي منه سلطة وتاكليه ني علشان تستفيدي بفيتامين سي، علشان فيتامين سي بتكسر بالحرارة، وتستفادي بالعناصر، لأن الكرنب لما بيتسلق أو الخضروات لما بتنسلق ممكن بعض العناصر اللي فيها بتتكسر وبتقل بالحرارة. كمان لما تعملي محشي علشان يساعد فيه التخسيس وتخسي، لما تعملي محشي ملفوف أو محشي كرنب قللي من الرز وكتري من العناصر التانية زي الكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس والبصل والثوم والشطة والحاجات ديت. تقوم الكرنب بالإضافة إلى ورق الملفوف، فالحاجات دي كلها بتساعد في إنقاص الوزن وتنشيط الجهاز الهضمي وبيحميكي من الإمساك. طبعا الكرنب كمان بيحمي من السرطانات لأنه مليان بمضادات الأكسدة، بيحمي من السرطانات وبحارب السرطانات وبقلل الشوارد الحرة في الجسم. اهو شايفين الكرنب جميل وشكله عامل ازاي. دي كرنب سطحنة وكرنبيط سطحنة. ولو عجبك، يا ريت لو عجبك معلومة أو استفدت بمعلومة وما عملتيش اشتراك لحد دلوقتي، ما تنسيش تعملي اشتراك وتعملي لايك. ودمتم في رعاية الله، ودمتم سالمين، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.